بيبدأ الفيلم بجمهور ضخم قوي في حفلة عمالين يهتفوا باسم فرقة مشهورة قوي. فجأة المشهد بياخدنا لورا سنين كتير، وبنكتشف إن الشياطين طول عمرها بتطارد العالم، بتسرق أرواح البني آدمين وبترجع الطاقة دي لملك الشياطين بتاعهم اللي اسمه جويمة. في يوم من الأيام ظهر أبطال علشان يدافعوا عن البني آدمين. الأبطال دول اتولدوا بصوت يقدر يطرد الضلمة. شياطين الشياطين دول مش مجرد محاربين، مزيكتهم بتشعل الروح وبتجمع الناس مع بعض. بالاتصال ده الصيادين الأوائل عملوا درع علشان يحموا عالمنا، وفي كل جيل بيختار 3 صيادين جداد علشان يكملوا مهمتهم الأساسية. أغانيهم عملت حاجز قوي ومحدش يقدر يخترقه، وده اللي هيمنع الشياطين إنها تدخل عالمهم. الست اللي بتحكي القصة دي اسمها سيلين، هي كونت فرقة صيادين من 3 بنات في الجيل ده، وهي بتعلمهم واجباتهم وبتقول إن أغانيهم هي اللي هتحافظ على الدرع اللي بيمنع الشياطين من دخول عالمهم. فرقة الصيادين عملت فرقة مزيكا اسمها هانتر. مفيش بني آدم في كوريا مش معجب بيهم بسبب موهبتهم القوية. خليني أقدم لكم واحدة منهم. أول واحدة اسمها ميرا، هي وش الفرقة والراقصة الأساسية، وباين عليها إنها الكبش الأسود في عيلتها. بيوصفوها إنها جامدة جدا، يعني من غيرهم ممكن يلبس كيس نوم في حفلة الميت جالا. العدوة التانية في الهانترز اسمها زوي، هي الرابر وكاتبة الأغاني اللي كبرت في أمريكا. والعدوة الأخيرة اسمها رومي، هي المطربة الأساسية اللي صوتها بيعيط الناس. أمها ماتت وهي صغيرة، بس سيلين ربتها وعملت فرقة الهانترز. وزي ما الفانز بتوعهم مستنيينهم بفارغ الصبر، المدير بتاعهم اللي اسمه بوبي بياخد باله إن طيارة الهانترز بتبعد أكتر عن مكان الحفلة. بنشوف الهانترز اللي في الطيارة، وبما إن ده أكبر عرض ليهم لغاية دلوقتي قرروا ياكلوا أكل وسناكس كتير قوي علشان يقدموا أحسن أداء عندهم. بيطلبوا أكل أكتر، بس بياخدوا بالهم إن المضيفة والكابتن بيتصرفوا بغرابة. بيجيلهم مكالمة من بوبي اللي بيستغرب ليه ما وصلوش الحفلة لغاية دلوقتي. لما بيبصوا من الشباك بياخدوا بالهم إن الطيارة ماشية في الاتجاه الغلط. في اللحظة دي الهانترز عرفوا إن المضيفة والكابتن دول خطر، دول شياطين. اللي خلاهم متأكدين قوي هو علامات الشياطين اللي على إيديهم. الشياطين فجأة بتتحول لشكلها الحقيقي علشان تهاجمهم، بس ما يبانوش إنهم خطر على الهانترز خالص. الهانترز بيطلعوا أسلحتهم بتاعة صيد الشياطين وبيبدأوا يغنوا أغانيهم اللي بيستخدموها علشان يقضوا على الشياطين. بس للأسف الطيارة بتتدمر في العملية. بقوتهم بينطوا من الطيارة وبيعملوا دخول جامد أوي في الحفلة، وده بيجنن كل الفانز. ويدوب بدأوا العرض المشهد فجأة بياخدنا لعالم الشياطين، وبنشوف فيه الشيطانة اللي اتهزمت من الصيادين وبتروح تبلغ ملك الشياطين إن الصيادين هزموهم تاني، وده خلاه متعصب قوي. ملك الشياطين بيقتل الشيطانة علشان ضعيفة، وبيشتم باقي الشياطين إنهم ملهمش أي لازمة. لو ما قتلوش الصيادين أغانيهم هتحول قريب الدرع الذهبي اللي هيخلي الشياطين محبوسين في العالم السفلي للأبد. شيطان مميز جدا اسمه جينو بيظهر فجأة من ولا حاجة، وبيبدأ يغني أغنية عن ملك شياطين قوي كان مسيطر تماما، كان بياكل الأرواح والعالم كله كان بيخاف منه لما بيزعق. بس شوية صيادين غنوا شوية أغاني، ودلوقتي ملك الشياطين ما عملش حاجة غير إنه جعان. ملك الشياطين بيقول لجينو إنه خلاه يحتفظ بالصوت ده، وهو بيتجرأ يسخر منه بيه. جينو بيرد إنه مش جاي يسخر منه، بس هو جاي يساعده، عنده خطة جديدة وهي إنهم يحاربوا الصيادين في المكان اللي هم مش متوقعينه. هيخططوا إنهم يهاجموا الحاجة اللي بتقوي الدرع وهي الفانز. باقي الشياطين بيضحكوا على جينو وعلى فكرته عن فرقة الشياطين، بس لما جينو وفرقته بيتحولوا لشباب شكلهم حلو، ملك الشياطين وباقي الشياطين بيشوفوا ده على طول إنه فكرة ممتازة. الهانترز قرروا ياخدوا استراحة بعد أكبر عرض ليهم، بس ما يعرفوش ياخدوا استراحة لما رومي بتقول لهم إنها أجلت العرض الذهبي لأغنيتهم الجديدة لليلة دي. العالم متحمس جدا إنه يسمع عن الأغنية دي، ويدوب البنات بيتمرنوا قبل العرض. حاجة غريبة أوي بتحصل، كل ما رومي تغني دقيقة زورها بيتخنق، بتطلب من الكل يديلها استراحة 5 دقايق، والعرض المباشر كمان 10 دقايق بس. بوبي فجأة بيبدأ يدخل في انهيار عصبي علشان في حرفيا 10,000 من المعجبين بيزعقوا بره وصوتهم مرعب. رومي بتدخل الحمام وهي بتاخد نفسها بصعوبة وبتفتح سوستة الفستان بتاعها، وبنتفاجئ إنها شيطانة. رومي مرعوبة بجد علشان علامات الشياطين بتاعتها بدأت تأثر على صوتها. بنشوف فلاش باك لرومي وهي صغيرة
بتسأل سيلين إذا كان لازم الصيادين يقتلوا كل الشياطين، كل حاجة فيها علامات تبقى شيطان. نعرف إن رومي عندها علامات شياطين علشان أبوها كان شيطان، بس سيلين بتطمنها إنها مش واحدة منهم، هي صيادة زي ما أمها كانت. بتقول لرومي إنه لما الدرع يتقفل كل الشياطين هيختفوا من العالم، وعلامات الشياطين بتاعتها هتختفي كمان. من وقتها ورومي بتتجنب إن أصحابها يشوفوا جسمها علشان بتخبي هويتها السرية. وبنرجع بقى للحاضر وبنشوف رومي كانت زعلانة قوي علشان إزاي هتصلح العالم وتصلح نفسها وهي ما عندهاش صوتها. لما رومي بترجع البيت البنات بيطمنوها إن كل حاجة هتبقى كويسة وإنهم يقدروا يعيدوا جدولة عرض مباشر تاني خلال بس أيام. بوبي بيقدر يظبطها، بس بوبي فجأة بيتصل بيهم وبيقول لهم إنه مش هيقدر يظبطها علشان الفانز متضايقين قوي إن الهانترز ما جوش يغنوا في العرض المباشر بتاع النهاردة. رومي بتقول للبنات إنها مش متأكدة إذا كان إعادة جدولة عرض مباشر تاني هتبقى ممكن ولا لأ علشان صوتها فيه مشكلة. ميرا وزوي بيقترحوا إنهم ياخدوا استراحة، ممكن يفوتوا حفل توزيع الجوائز بتاع السنة دي، بس رومي بترفض ما يفوتوهوش علشان ده أهم عرض ليهم وده اللي بيقووا فيه الدرع طول السنة. وبما إن العرض الذهبي كمان أسبوعين بس، البنات قرروا يستخدموا ده علشان يحاولوا يصلحوا صوت رومي. زوي عندها 57 فكرة إزاي يعملوا ده، وبتطلب إنهم يبدأوا بأكتر فكرة هي بتحبها. بتاخد رومي الراجل تعرفه بيعمل تونيكات خاصة باين عليه بيعالج أي حاجة من التهاب الزور لمشاكل العلاقات. بيعمل شوية تحاليل غريبة لرومي قبل ما يديهم التونيك اللي هيساعد في إصلاح صوتها، ويدوب بيرجعوا البيت وبيشوفوا 5 شباب شكلهم حلو قوي وبيقعوا في حبهم على طول. واحد منهم بيخبط رومي في الأرض والبنات بيطفشوا على طول لما بياخدوا بالهم قد إيه هم قليلين الذوق. فجأة بيسمعوا صوت في السوق اللي قريب منهم وبيروحوا يشوفوا في إيه، بيشوفوا نفس المجموعة بتاعت الشباب اللي شكلهم حلو دول بيغنوا أغنية، وبياخدوا بالهم إنهم فرقة ولاد أصواتهم حلوة قوي، وده اللي لفت انتباه ناس كتير قوي. بس المفاجأة البنات لاحظوا إن فرقة الولاد دول في الواقع شياطين. الشيطان بيبقى شيطان مهما كان شكله حلو، فميرا بتروح علشان تقتلهم، بس رومي بتوقفها وبتقول لها الجو عام قوي وايه اللي هيحصل لو حاولوا يقتلوا كل الناس دي. فرقة الولاد بيقدموا اسم الفرقة بتاعتهم للكل باسم ساجا بويز وبيدعوا الكل لعرضهم الليلة. وبالنسبة للهانترز يدوب الليل يليل بيلبسوا لبس صيد الشياطين بتاعهم وهما بيخططوا يقتلوا الشياطين. خطتهم هي إن أول ما فرقة الولاد تطلع على المسرح هينطوا للهجوم. واحد من الشياطين اسمه تشينو بياخد باله البنات بيعملوا إيه وبيرتجل إن عندهم ضيف مميز تاني في وسطهم، وبيوجه الأضواء على الهانترز علشان يشاركوا المسرح معاهم علشان يبوظ خطة الهجوم بتاعتهم ويدوب يتشتتوا. الولاد بيستغلوا الفرصة وبيهربوا من حمام الرجالة. لما البنات بيتبعوهم هناك بيكتشفوا إنهم دخلوا في فخ وبيتهاجموا من شياطين المية. أثناء الهجوم رومي راحت ورا جينو القائد بتاعهم علشان تقتله. أثناء الخناقة هدومها بتتقطع وده بيصدم جينو لما بيعرف إنها نص شيطانة. صحابها محتاجينها في الخناقة بس مش هتقدر تساعدهم علشان مش عايزاهم يشوفوا علامات الشياطين بتاعتها. جينو بشكل غير متوقع بيربط قطعة قماش على دراعها علشان يغطي علامات الشياطين وده يخليها تروح تساعد صحابها في الخناقة علشان يهزموا الشياطين. ملك الشياطين فخور جدا بجينو علشان هو بيفتح ببطء الدرع على عالم البشر وبيبدأ يتغذى على الأرواح تاني. بس البنات مرعوبين قوي لما بيشوف الدرع بيضعف أكتر وأكتر وشياطين أكتر بدأت تدخل عالم البشر. بوبي بيبلغهم قد إيه فرقة الساجا بويز بينتشروا بشكل كبير قوي. رومي مصدقة إنهم يقدروا يهزموا فرقة الساجا بويز لو دمروا مسرح مهرجان توزيع جوائز الآيدلز، وبتقول لزوي تكتب لهم أغنية جديدة، أغنية علشان تكشف فرقة الساجا بويز وترجع الشياطين المقرفة دي للأعماق اللي بينتموا إليها. رومي قررت تاخد التونيك اللي خدته من دكتور هان، بس كل حاجة باظت لما اكتشفت إنه مجرد عصير عنب. بتشوف عصفورة غريبة لابسة طربوش في البلكونة بتاعتها ولما بتروح تشوفها بتشوف قطة شيطان وعلى طول بتطلع سيفها، بس فجأة بترجعه بعد ما بتكتشف إنها مش ناوية على أذية. القطة بتوصل لها رسالة من جينو بيطلب منها إنها تقابله. بتروح تقابله بس مش عشان تتكلم علشان تحاول تقتله. جينو بيقول لها تهدأ، هو جاي يتكلم بس عن علامات الشياطين بتاعتها مش ناويلها على أي أذية، ولو كان ناوي كان قال لأصحابها إنها شيطانة. بيستغرب إزاي بنت شيطان وصيادة في نفس الوقت بتتمشى بالراحة في عالم البشر. رومي بتنكر إنها شيطانة
بس لو مش شيطانة إزاي علامات الشياطين دي في جسمها؟ جينو بيقول لها إنه عارف إحساس إنه يكون عندها العلامات دي في جسمها، بس رومي بترد بعنف إنه الشيطان والشياطين مش بيحسوا بحاجة. جينو بيقول لها كل اللي الشياطين بيعملوه هو إنهم بيحسوا بالعار والبأس بتاعهم، ودي الطريقة اللي ملك الشياطين بيتحكم فيهم بيها. ياخد باله إن رومي مميزة ومحظوظة علشان مش بتسمع أصوات ملك الشياطين في ودانها. بيضيف إنه عمره ما هينسى أول مرة سمع فيها صوت ملك الشياطين، وده كان من 400 سنة. عيلته كانت فقيرة وبائسة جدا، وكان عنده حاجة واحدة بس يملكها، وهي آلة بيبة قديمة فاستخدمها علشان يعزف مزيكا في الشارع. بس ده ما وصلهوش لحاجة، ويادوب كان يائس. ده لما سمع صوت ملك الشياطين لأول مرة، اللي قالوا إنه ما بيقدرش يعمل حاجة لعيلته علشان هو مش كويس كفاية ليهم، بس هو يقدر يساعده يكون كويس كفاية. بالليلة وضحاها مصيره اتغير، واتمدح على صوته حتى من الملك نفسه. عيلته عاشوا في أرض القصر، وبطونهم اتملت أخيرا وهدومهم نضفت. كانوا مبسوطين، بس بياخد باله علامات الشياطين بتنتشر في جسمه لغاية ما استهلكوه، وبعد كده اتحكم عليه بعالم الشياطين كسجين لملك الشياطين للأبد. عيلته خسرت كل حاجة، وبدونه كانوا أسوأ من الأول. من اليوم ده وهو بيطارد بذكريات إنه خذلهم، وعلامات الشياطين هي تذكير مستمر بالعار بتاعه، عار عمره ما هيقدر يهرب منه. جينو بيقول لها تتقبل نفسها بجد، بس رومي بتكرر له إنها مش زيه. جينو فاهم إنها لسه بتنكر مين هي علشان هو كان برضه مكانها. بيقول لها تقابله لما تبطل تنكر مين هي. في وقت متأخر من الليل البنات أخيرا بيطلعوا أغنية هيغنوها في الأيدل اسمها تيك أوين. تاني يوم الهانترز بيروحوا يوقعوا أوتوغرافات للفانز، بس لما فرقة الساجا بويز بيظهروا ده بيبوظ لحظتهم علشان وجودهم قسم الفانز بتوعهم. رومي بتقترح إنهم يضموا الترابيزات بتاعتهم مع فرقة الساجا بويز علشان محتاجين كل فان. جينو بيحاول يستغل الفرصة ويتكلم مع رومي، بس رومي بتقوله إنها مش هتتكلم مع حد بيساعد ملك الشياطين. جينو بيقول لها إنه بيساعد نفسه، ولو ساعد ملك الشياطين فهو موعود إنه يمسح ذكرياته والأصول اللي في دماغه هتختفي. ويدوب رومي بتتمرن، القطة الشيطانية اللي بعتها جينو بتيجي أوضتها علشان تدعوها تقابله. بتطلب من القطة تستخبى لما بتسمع خبط ميرا على بابها، إن رومي بتغير في الكلمات بتاعتهم. رومي بتقول لها إن الأغنية مش حاسة إنها الأغنية الصح علشان تهزم ملك الشياطين، علشان مليانة كره قوي. بالنسبة لميرا الأغنية لازم تكون مليانة كره علشان بيكرهوا الشياطين، بس بدأت تحس إن في حاجة غلط بجد علشان في علامة تعاطف منها مع الشياطين. حتى شافتها إزاي كانت بتتكلم مع جينو المفروض عدوهم وبيكرهوه علشان هو شيطان يعني. ميرا حاسة إن رومي بتخبي حاجة عنها بجد، بس لما رومي بتنكر ده بتعتذر لرومي علشان صوتها مجنون. هي بس مستنية تدمر كل الشياطين حبة حبة. جينو وفرقته بدأوا يمصوا أرواح الفانز بتوعهم بمزيكتهم، وبيفضلوا يغذوا بيها ملك الشياطين، وده خلاه أقوى. رومي قررت تبعت لجينو دعوة علشان تقابله. بتقول لجينو إن في طريقة تانية يقدر ياخد حريته بيها غير إنه يغذي الأرواح لملك الشياطين. بتطلب منه يساعدهم يفوزوا بجوائز الأيدل علشان لما يفوزوا الدرع هيتقفل، وده هيضمن له حريته علشان ملك الشياطين هينفصل بشكل دايم وكل الشياطين هتختفي من العالم ده. جينو بيوافق يساعدهم بإن فرقته تنسحب من عرض جوائز الأيدل. بنلاحظ إن الاتنين عندهم مشاعر لبعض. أثناء تمرين رومي مع البنات بتقول لهم إنها مش عايزة تغني الأغنية بسبب قد إيه هي قاسية ناحية الشياطين. ميرا بتغضب قوي علشان رومي في الفترة الأخيرة بقت ضد كل حاجة بيعملوها، وبتسألها هي ممكن تكون بتخبي إيه عنهم. بس مشكلة كبيرة بتلفت انتباههم علشان الدرع بيضرب باستمرار وشياطين أكتر بدأت تدخل عالم البشر، إنه من غير صوتها كل حاجة هتنتهي. يوم جوائز الأيدل وصل أخيرا، البنات قدموا أداء كويس جدا، ويدوب رومي بتعمل المقطع الأخير. زوي وميرا بياخدوا بالهم إن شوية شياطين بيخطفوا بوبي وبيجروا علشان ينقذوه، بس اكتشفوا إنه ما كانش بوبي، ده كان تشتيت من الشياطين علشان يخرجوهم من المسرح. شيطانين متنكرين في هيئة ميرا وزوي بيدخلوا المسرح وبيقطعوا هدوم رومي علشان يكشفوا طبيعتها الشيطانية للكل. ميري وزوي بيشوفوا ده وبيتصدموا وبيخافوا منها بجد. رومي بتحاول تشرح لهم عن كل حاجة وإزاي كانت ناوية تصلح كل حاجة، بس بيوجهوا أسلحتهم عليها علشان ما بقوش شايفين رومي اللي يعرفوها، شايفين شيطان بس. رومي قلبها بينكسر وبتهرب وهي بتعيط، بتدور على جينو وبتكتشف إن هو اللي كشفها. بيقول لها الحاجات اللي قالها لها عن نفسه كانت كلها كذب، عشان كده محتاجها بس تثق فيه، وهو أصلا ساب عيلته وعمل صفقة مع ملك الشياطين علشان يطلع من حياته البائسة. ملك الشياطين فجأة بيدخل في دماغ ميرا وزوي
علشان يخليهم يكرهوا بعض، وبيدخل في دماغ كل فانز فرقة الساجا بويز، وهم كلهم بيروحوا يحضروا العرض بتاعهم. ويدوب فرقة الساجا بويز بيغنوا، ملك الشياطين بيظهر وبيبدأ يمص الأرواح من الكل. بس رومي فجأة بتظهر بأغنيتها، أغنية عظيمة رجعت لأصحابها عقلهم ورجعت الأرواح للكل. ملك الشياطين بينزل على رومي علشان يقتلها، بس جينو بيضحي بنفسه علشان ينقذها وبيعتذر لها عن كل حاجة. الفانز كلها بدأت تغني، وده خلى رومي والهانترز أقوياء جدا لدرجة إنهم هزموا ملك الشياطين وقفلوا الدرع. وبكده بيخلص الفيلم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الأفلام الجديدة اللي بنزلها.